من الأمور المشاعة بين السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم وعنكم، ذكورهم وإناثهم، أنهم كانوا يقولون: لقد أوتينا الإيمان قبل القرآن، لقد تعلمنا الإيمان قبل تعلم القرآن. فما معنى هذا الكلام؟ معناه أيها الأحبة الكرام أن القلب أولاً ينبغي أن يعمر بهذا التصديق بوجود خالق الأكوان سبحانه وتعالى الرحيم الرحمن. ففي رسالتنا في إحياء رسالة المساجد، في دعوتنا في إحياء رسالة المساجد، ينبغي أن نعود إلى قلوبنا أولاً فنعمرها بالإيمان بأن هذه البيوت إنما هي بيوت الرحمن سبحانه وتعالى. نؤمن بهذه القضية إيماناً لا يشوبه شك ولا يزعزعه ارتياب، وإنما نقف على أرض قوية من الإيمان بالكريم الوهاب جل جلاله وعم نواله. تعلمنا الإيمان قبل تعلم القرآن. كانوا ينظرون إلى سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم ويستمعون إليه 13 سنة من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى هجرته. لم ينزل من القرآن الكريم الأحكام الكثيرة التي تتحدث عن افعل ولا تفعل، تتحدث عن الحرام والحلال، إنما نزل من القرآن الشيء الكثير وهو يبني شخصية الإنسان من حيث الإيمان، من حيث الإيمان. فلما استقر الإيمان في قلوبهم ولامست بشاشته شغاف تلك القلوب، جاءت الأوامر بافعل ولا تفعل بشكل مفصل. ربما جاءت هذه الأوامر من قبل ولكن بشكل مجمل لا تفصيل فيه، للإنسان حرية الاختيار. ولكن بعد أن استقر الإيمان وهاجر سيد الأكوان صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وأقام دار الإسلام، جاءت الشرائع موسعة مفصلة موضحة ذي بيان. فإذن اليوم نقول ينبغي علينا أن نتعلم كيف نحيي رسالة المسجد، أن نعلم الناس كيف يحيون رسالة المسجد. نقول إحياء رسالة المساجد يبدأ بتحقيق الإيمان في القلوب. انظر إلى المساجد، اقرأ عنها، انظر إلى رسالتها، حاول أن تجاهد نفسك لزرع محبة المساجد في قلبك حتى يتعلق قلبك بالمساجد فتكون من صنف الناجين يوم الدين، وتكون ممن يقومون بإحياء رسالة المسجد خير قيام. فمعنى أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن معناه أنهم تحققوا من الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر، وأن هذا الذي يعلمهم ويزكيهم هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، الذي ينبغي أن يقتدى به وأن يتبع.
قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فإذا هذا الإيمان أولا ينبغي أن يستقر في القلب، أن يبلغ هذا الإيمان إلى درجة اليقين حتى تكون من الأئمة في الدين وممن يقتدى بك وممن يحيي رسالة المسجد. هذا أولا الإيمان. ثانيا ينبغي أن تأخذ مثالا، والمثال الذي حضر في قلبي الصلاة. تأمل في الصلاة في شروطها، سواء كانت هذه الشروط شروط وجوب أو شروط صحة، واستفد من تلك الشروط إحياء رسالة المسجد. فمثلا من شروط وجوب الصلاة الإسلام، فإذا الذي يريد أن يحيي رسالة المسجد ينبغي أن يكون مسلما أولا، ثم يرقى كما ذكرنا في إسلامه إلى مرتبة الإيمان فيتحقق في ذلك الإيمان. من شروط وجوب الصلاة العقل بمعنى التمييز، فإذا الذين يحملون رسالة إحياء المسجد هم العقلاء، هم الفضلاء، هم الذين نمت مواهبهم العقلية لأجل أن يتصرفوا في إحياء رسالة المسجد بحكمة والتزام بالشرع الشريف. فالعقل والإسلام قبل العقل هذه من شروط وجوب الصلاة. من شروط صحة الصلاة، طبعا هذه ليست كل الشروط، وإنما قلت نذكر مثالا فقط. من شروط صحة الصلاة الطهارة. لذلك أيها الأحبة الكرام، ما نفتح كتابا من كتب الفقه إلا ويواجهنا الباب الأول في تلك الكتب. ما هو الباب الأول؟ الطهارة. سبحان الله، ينبغي أن تكون طاهرا حينما تريد أن تصلي. لا بد أن يكون جسدك طاهرا وثوبك طاهرا والأرض التي تصلي عليها طاهرة. فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. مهما صلى الإنسان ومهما أتقن صلاته ولم يكن على طهارة فصلاته باطلة قولا واحدا، لا خلاف في هذا بين أهل العلم رضي الله تعالى عنهم وعنكم. فتقف عند الطهارة. يا من تريد أن تحيي رسالة المسجد كن طاهرا. وإذا كان الإسلام يؤكد على الطهارة الحسية فتأكيده على الطهارة المعنوية آكد وأشد. فلا ينبغي لمن يريد أن يعمر المساجد أن يكون قلبه مليئا بالحقد والحسد والغفلة عن الله تبارك وتعالى وابتغاء الدنيا ونسيان الآخرة. هذه أمراض قلبية، نجاسات قلبية، ينبغي أن تطهر القلوب من هذه النجاسات لأجل أن تتحقق الطهارة، وهي الشرط الذي به تصح الصلاة. خذ الصلاة مثالا، لأن الصلاة جمعت أركان الإسلام جميعا بشكل واضح أو بإشارة
بينة. فأنت حينما تصلي تقيم الصلاة، هذا ركن من أركان الإسلام. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. انظر إلى الصلاة أيها المسلم. الركن الثاني الصلاة، أنت تصلي، إذن حققت الركن الثاني. في الصلاة في التشهد تتشهد، وقبل الصلاة تقيم الصلاة، من سننها الإقامة. في الإقامة تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وتكرر الشهادة في جلسة التشهد. فإذن هذا الركن الأول محقق والركن الثاني محقق. ومن أركان الإسلام الصوم، فإذا قلت الله أكبر أحرمت بالصلاة فكأنك صمت، لأنه لا يجوز لك أثناء الصلاة أن تأكل أو تشرب، فهذه صورة من صور الصيام. فأنت في الصلاة تحقق ركنا من أركان الإسلام، وهو الإمساك عن الطعام، الصوم. طيب، إذا صليت اقتطعت من زمن عملك ساعة أو نصف ساعة في اليوم 5 مرات تصلي، فلو أن كل صلاة